بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وزد وسلم وبارك على هدي رسول الله. طبعا توقعات ليلى عبد اللطيف والدوامة اللي هي في البحر الأبيض المتوسط، الحاجات دي كانت بعيدة جدا عن التراث بتاعنا أو عن المناخ بتاعنا. تعالوا نشوفوا. طبعا شايفين الدوامات عاملة ازاي، وتحذيرات كتيرة من الشواطئ المصرية ان انت ما تعومش عند مستوى معين من الأمطار، وحالة الطوارئ بعنوان تسونامي البحر الأبيض المتوسط. هنشوفوا بعض التغريدات أو بعض التفسيرات للي بيحصل ده. هنشوفوا كده. في حد كاتب ان دي يعني بنعمل بلبلة للرأي العام، وحد بيلعب بعواطفك ومشاعرك وبيأفور، لكن يا جماعة ظواهر طبيعية. وفي حد بيقول المستهدف هو الإنسان المصري إن يتلعب بالعواطف وكده. هنشوف. قالك منطقتنا معروفة طول عمرها بأنها نشطة زلزاليا، خصوصا مناطق جنوب اليونان وقبرص، وكمان البراكين معروف نشاطها في إيطاليا، ودي كانت كلها ظواهر طبيعية. مش لازم نربط كل حاجة بحاجة أو كل شوية نربط حاجات بحاجات. اللي بيتكلم عن حرارة البحر المتوسط، فيمكن صفحتي من أول الصفحات اللي اتكلمت السنة اللي فاتت عن الارتفاع الكبير لحرارة البحر اللي وصلت لمستويات قياسية ل 28 درجة، وبسببها الصيف نط لفوق 40 من أول شهر يونيو، ومنزلهاش غير في شهر أغسطس. أما الموسم الحالي البحر الأبيض المتوسط في حدود 26 درجة، يعني أقل من العام الماضي درجتين. فيبقى يا جماعة درجة حرارة البحر المتوسط كناس متخصصة في الفسيولوجي أو البيولوجي، علم الطاقة وعلم الظواهر الطبيعية، بتؤكد أن البحر الأبيض المتوسط زادت فيه نسبة درجات الحرارة، يعني أقل بكل مؤشراته ودراساته وسلطاته وبابا غنوج. ماشي الحال. وغريبة في مجال أي حد دارس طقس إنه يسمع الأمواج المدفونة أو المشاريع اللي بتتعمل تحت البحر ممكن تؤدي لتسونامي أو عاصفة. طب احلف كده إن تسونامي في بحر المتوسط يا راجل يا طيب، اللي هو بحر شبه مغلق، وعاصفة إلا تصار من أمواج. اعقلوا الكلام. العواصف هي اللي بتهيج الأمواج، مش الأمواج اللي بتحرك الرياح. والعواصف ملهاش غير مصدرين بس، إما بتيجي نتيجة انجذاب تيارات رياح من مرتفع ناحية المنخفض بسبب اختلاف درجات الحرارة، وعشان كده عواصفنا في مصر بكتير بتكتر في الربيع بسبب الانتقال ما بين الفصول واختلاف درجات الحرارة ما بين البحر البارد والصحراء اللي بدأت تسخن. المصدر التاني اللي بنحذر منه زي تحذير عاصفة الاسكندرية الأخيرة، وحذرت دايما من أن الرياح الهابطة يعني. طبعا احنا شفنا تحذيرات برضو لسه الشهر اللي فات كانت الدنيا بتشتي، فبلاش يعني بتبقى ظاهرة نسبية، بعد كده الأجواء بتستقر، فبلاش تلاقي السحب. وللأسف سرعات الرياح الهابطة من الخلايا الرعدية لا يمكن توقعها أو حسبانها، لكن بيتم التحذير منها وخلاص، وانت لازم تاخد حذرك حتى أسوأ عاقبة. في حد بقى بيقولك ان دي حاجة خرافات او ريتش او حد زي ما اقول عايز يعني يلعب بعواطفنا. بس يا جماعة يعني عواطف ايه وبتاع ايه؟ فعلا التصوير مرعب جدا. التصوير ده كأننا في فيلم في اوروبا ماشي، في افلام الرعب ماشي، في ايطاليا ماشي، في المحيط الاطلنطي والاطلسي والحاجات اللي هي المحيطات المفتوحة. طبعا شفنا احنا ليلى عبد اللطيف بتحذر من تسونامي البحر الابيض المتوسط، وبتحذر من كانت قالت طبعا تغيرات مناخية
خصوصا للأسف بتبقى واضحة جدا في مصر وفي الدول العربية، وربنا يستر على نغرق. انا شايفاها ليها ابعاد كتيرة جدا، اللي هو لا يزداد الزمان الا شدة، والواحد واصل لمرحلة يعني مش هقول اكتئاب، الواحد بقى حزين جدا على كمية الظلم اللي احنا عايشينها. قلنا قبل كده من طغيانكم وعماكم جعل صيفكم شتاء. هنا هنعمل طبق مفيد جدا لعيالنا على مستوى بقى الطاقة برضو، خلينا في الطاقة. تمام اهي. لو عندك ادي كوباية رز، كوباية رز عادية، عليها انا حطيت حوالي مثلا 7 تمرات، ممكن بقى تحطي 8 تمرات 9، بس انا بحب العدد الفردي، ممكن تزودي تقللي اهي. يبقى تمر وكوباية رز وسلقنا اهو. عندك حلين، ممكن اللي انت تسلقي الرز يعني عادي زي ما بنسلق كده السلق العادي، وممكن اللي انت تخليه يعني ايه طري شويه. بصوا بقى في المرحله دي المفروض اللي انت بتزودي طبعا انا ما عنديش هاند بلندر او ما عنديش خلاط، فالمفروض اللي انت بتضربيه في الهاند بلندر او الخلاط بالظبط كده زي ايه، زي العدس الغموس، او زي الطريقة قريبة شوية من العزيزية اللي انت بتسلقي المكرونة وبعدين بتضربيها في الخلاط سواء بلبن او بمية، دي نفس الطريقة. خلاص تمام. هنا بقى عندنا معلقة، ممكن معلقة 2 3 على حسب، من الايه النشا، هتدوبيها كده في شوية مية او في شوية لبن برضو، لبن او مية. تمام. هنقلب النشا وطبعا يا جماعة في شيوخ كتيرة جدا وقالوا ان احنا خلاص في ربنا بيبعت لنا علامات اخر الزمان عشان نتوب وعشان نتعظ وعشان نفوق من اللي احنا فيه ونفوق من الدوامة. كل واحد يعيد حساباته مع الغباء والغل والحقد والظلم اللي احنا عايشين فيه. طبعا الا من رحم ربي، محدش هيقدر يعمم، ولكن ربنا بيبعت لنا علامة واثنين وثلاثة واربعة عشان نقف ستوب كده زي ما بنقول. ربنا يرحمنا برحمته الواسعة. طبعا انا هاخده تاني اوريهولكوا، هاخده تاني على النار بحيث ان هو الاصول ان انا زي ما قلت ضربته او طحنته بالخلاط تاني حرف، وبعد كده الاصول ان هو بيتفتفت خالص زي العدس الغموس، وبعد كده باخده الفه تاني بكوبايه الميه بالنشا دي اهي. في المرحله دي بقى عايزه انت تدخليه تحت الشوايه، ممكن تحطي له عسل اسمر فوق الوش يعني، ممكن تحطي له هنا مكسرات سوداني او جوز الهند او اي نوع من المكسرات. مش عايزه ده ولا ده، ممكن تحطي له طبقه من السكر المكرمل، تحطي سكر لحد ما يتكرمل، سكر مع سمنه يتكرمل، اظن مفيش ابسط من كده يعني. عايزه تكرمليه كرمليه، هتسيبيه كده يبقى يتقطع قطع، ممكن تسيبيه اما يبرد خالص وتحطيه في التلاجة تقطعيه قطع، لانه هيبقى عامل زي المهلبيه بالظبط، المهلبيه بالتمر. خلاص.
ممكن تزينيه طبعا بالتمر من فوق الوش، او تعمليه تقدميه في كاسات. اظن طريقة بسيطة جدا مفيدة جدا. كوباية رز، لو عندك كوباية رز وعندك 7 تمرات هتقدري تعملي طبق حلو. طبعا لو انتي طحنتيه او ضربتيه بالخلاط هيبقى احسن، لان الحتت اللي هي بتاعه الرز دي هتختفي خالص ويكاد يكون مش موجودة، وهتبقى تتحول الى جزيئات من النشا كأنك عملتي مهلبية بالظبط بالايه بالتمر.